اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الفهيم. الفترة اللي فاتت اغلب الاسئلة اللي بتجيلي على الواتساب وعلى الارقام الشخصية بتاعتي او حتى في التعليقات سواء يوتيوب او فيسبوك، سؤال مهم جدا وشهير جدا. انا دلوقتي عايز ادفع فلوس بره مصر بالدولار، ولكن مش لاقي الفيزا المناسبة اللي يكون الليميت بتاعها اكبر من $100 او ليميت 200 او ليميت 300 400 500 الف. ده السؤال اللي شاغل بال ناس كتير في الفترة الحالية، خصوصا الطلبة اللي هم عندهم جامعات بره مصر وبيدفعوا مصاريف الجامعة بالدولار ومش عارفين يعملوا ايه في الليميت اللي هو الحجم كبير. مثلا مصاريف $500 في السنة، $1000 في السنة، ومش عارفين يعملوا ايه. وخصوصا ان الفيز كلها في مصر والبنوك كلها في مصر حاليا متجهة اخرها خالص $100 $200، بحد اقصى $300 مثلا. هم عاوزين فيزا يدفعوا بيها بليميت اكتر من كده. برضو من ضمن الاسئله ان انا مثلا عايز اشتري موبايل جديد من بره مصر، سواء الموبايل ده سعره $1000 $1200، طب اجيب فيزا ايه الليميت العالي اللي يسمح لي ان انا ادفع بفيزا من بره مصر بسعر يعني اكبر من الليميت اللي هو محدد في مصر حاليا. طيب خلينا في الاول يا جماعه نتفق على اتفاق كلنا عارفينه واجمعين عليه، ان مفيش ليميت في مصر في الفيز حاليا اكتر من 200 او $300 في الشهر، ده بحد اقصى خالص يعني، ويمكن ما تلاقيش $300 كمان في الوقت الحالي. ده بسبب ازمه الدولار عندنا في مصر، هي اللي مسببه المشاكل ديت، لان هم مش قادرين يسدوا او يدفعوا بالدولار بره مصر. وكمان خلى الضغط شويه يعني ضعيف على موضوع الدولار. طيب احنا ايه الحل او ايه اللي احنا هنعمله؟ انا وصلت الطريقه عن طريق تطبيق باينانس باي او منصه باينانس للعملات المشفره، منصه المعروفه والمشهوره عالميا. هنفتح فيها حساب، وهسيب لك اسفل الفيديو ده عشان خاطر الوقت بس فيديو تاني تقدر من خلاله تعرف تفتح حساب على منصة باينانس ازاي، وهسيب لك كمان رابط فتح تسجيل الحساب، رابط مباشر للتسجيل في منصة باينانس. هتنزل ابلكيشن باينانس عندك على الموبايل، ومن خلاله ومن خلال الفيديو اللي انا هسيبه لك اسفل الفيديو ده هفهمك فيه ازاي تحول فلوسك بالمصري من فودافون كاش الى منصة باينانس بالدولار. ولكن خد بالك من حاجة مهمة جدا، انك انت هتدفع وهتتعامل بسعر السوق الموازي مش بسعر البنك. دي بس النقطة اللي انا عايزك تحط تحتها خط، هتتعامل بسعر السوق الموازي. كلامي واضح، كلامي صريح، عشان خاطر الناس ما تقولش انت بتعمل ليه كده والاسعار عالية والدولار ومش الدولار. احنا بنقدم الموضوع ده يا جماعة وبنعمل الفيديو ده للناس المضطرين فقط. لو انت مش مضطر لحاجة زي كده ما تنفذش الموضوع. لو انت مضطر، المضطر بيركب الصعب، واحنا عارفين الكلام ده كويس. فعشان خاطر الناس ما تهاجمنيش، انا بوضح لك معلومات عايز تمشي بيها وتعملها مفيش مشكلة. لو انت مضطر فقط انت بتروح تلجأ للموضوع ده لان انت مضطر، مصاريف جامعة لازم تدفعها، مصروفات معينة عايز تدفعها وتسدها من بره مصر بليميت كبير، ومش عارف تعمل ايه ومش عارف تستخرج فيزا ايه، ومفيش فيزا في مصر بتقبل. طيب ايه الحل؟ انا جبت لك الحل. الحل ده هيرجع عليك بالسلب بايه؟ هيرجع عليك بالسلب انك انت هتدفع بالسعر السوق الموازي للدولار. الدولار حاليا في مصر عامل حوالي 40 جنيه مصري في السوق السوداء، جوه البنك عامل 31 او 30 و90 قرش. طبعا فرق كبير، ولكن المضطر بيركب الصعب. اللهم بلغت اللهم فاشهد. ندخل بقى في الموضوع بتاعنا. هننزل مع بعض تطبيق باينانس للعملات المشفره، والفيديو هسيبه لك اسفل الفيديو ده، هتلاقي فيه كل الشرح بتاع تنزيل التطبيق وتسجيل التطبيق وكده، وهسيب لك كمان رابط التسجيل المباشر في تطبيق باينانس. بعد كده هنحول فلوس من فودافون كاش، هتحط على فودافون كاش فلوس وهتحولها او هتشتري بيها دولار رقمي على باينانس، والفيديو شارح فيه الموضوع من الالف الى الياء، هسيب لك اسفل الفيديو ده. بعد ما تتفرج عليه وتنزل تطبيق باينانس وتعمل توثيق للحساب بتاعك في باينانس، وبرضه الفيديو شرح الكلام ده عشان بس ما نطولش في الموضوع ده، وتظبط كل حاجه على باينانس، ويكون باينانس عندك مكتمل وموثق وفيه الدولار الرقمي اللي هو USDT. هندخل بقى دلوقتي على الموبايل بتاعنا وعلى التطبيق بتاعنا بتاع باينانس، وافهمك الخطوات ازاي تستخرج فيزا او ماستر كارت، هو كارت يعني بطاقة ماستر كارت،
تشحن بيها الليميت اللي انت عايزه، تحط فيها الفلوس الدولار اللي انت عايزها. وفيزا فيرتوال يا جماعه، فيرتوال يعني فيزا افتراضيه. هيجي لك ارقامها، هيجي لك بياناتها، تقدر تستخدمها اونلاين في اي مكان بره مصر. تمام، ده رقم واحد. تقدر تربطها بابل باي وجوجل باي وسامسونج باي، مفيش اي مشكله خالص. طالما شغال عندك الجهاز وشغال عندك الموبايل وشغال عندك الخدمه، تقدر تربطها. والموبايلك فيه NFC، تقدر تربطها عليه من غير اي مشاكل. بتاخد الارقام كلها موجوده عندك، والموضوع ده بيكون موضوع مجانا كمان، ما بيبقاش فيه تكلفه زياده. هو الدولار بيتحول، الا لو فوق ال $100 بيخصم تقريبا اقل من 1%. يعني مثلا لو انت هتاخد 100 و $200 مثلا، بتدفع 200 بيوصلك على الحساب بتاع الفيزا 198 199 حاجه زي كده. يعني ده في الليميت اللي فوق ال $100 فقط. لما لحد $100 موضوع ما فيهوش اي مشاكل. لو هتدفع مثلا $1000، هتدفع 1000 هيوصلوا مثلا 990 995، يعني هيخصموا حاجات بسيطه خالص. تمام. طيب، وهتقدر تستخدمها وتدفع بيها اونلاين بشكل رسمي من اي مكان وفي اي مكان في العالم كله من غير اي مشاكل. فلو انت اول مره تشوف الفيديو بتاعنا وتشوف الحلقه بتاعتنا وتشوف القناه بتاعتنا، انصحك جدا انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، عشان خاطر يوصلك كل الفيديوهات المستقبليه اللي احنا بنقدمها على القناه بتاعتنا. وكمان ادعمنا باللايك والشير للفيديو ده. ومن غير كلام كتير، يلا نخش على الموبايل بتاعنا ونخش على التفاصيل. عايزكم بقى يا جماعة تركزوا معايا جدا في الخطوات دي، عشان خاطر الخطوات دي خطوات مهمة، وهسيب لك جميع الروابط ان شاء الله في اسفل الفيديو. دلوقتي انت بعد ما شفت الفيديو الاولاني وفهمت ازاي تفتح حساب على باينانس، وازاي توثق الحساب بتاعك، وازاي تودع دولار زي ما انتم شايفين في منصة باينانس، دلوقتي هنروح للمهمة التانية. انت هتلاقي الصفحة الرئيسية بتاعتك زي ما انت شايف كده على منصة باينانس بالشكل ده. لو انت باللغة العربية هتلاقي السهم اللي فوق ده ماشي موجود على الشمال. لو انت بالانجليزية هتلاقيه موجود هنا على اليمين. هتضغط عليه كده، هيوجهنا على حاجة اسمها باينانس باي. عايزكم تركزوا معايا جدا، لان الخطوات ديت مهمة جدا ولازم تركز فيها خطوة بخطوة، لان احنا هننفذ مع بعض عملية قدام منك، وهنستلم فعلا كارت من ماستر كارت بشحن $1 للتجربة. تمام. هننزل كده هنا، هنلاقي حاجة اسمها بريبيد ماستر كارت، هنضغط عليها كده، هيوجهنا لمنصة تانية أو تطبيق تاني. هنا على ايدك اليمين هتلاقي رقم، هنا هتلاقي الكلمة ديت بدل الرقم ده هتلاقي كلمة تسجيل الدخول. لمجرد انك تضغط عليه كده تسجيل الدخول، هيسجل معاك عن طريق باينانس باي زي ما انتم شايفين كده، وهيطلع لك رقم زي ما انت شايف كده قدام منك. تمام، ده اول حاجة. تاني حاجة هيقول لك هنا دخل رقم البريد الالكتروني. هتدخل البريد الالكتروني، لازم يكون تحت ايدك. لو ما كانش البريد بتاع باينانس، اي بريد الكتروني تاني مفيش اي مشكلة. مهم جدا انك تدخل بريد الكتروني صحيح، عشان خاطر هيوصلك عليه رسالة الفيزا او رسالة الكارت اللي فيها كل بيانات الكارت بتاعك. تمام تمام. هنا هنختار بقى الفئات. انت عايز تشحن بايه؟ شوف عندك قد ايه بقى اهو. لحد $100 ما بيبقاش فيه رسوم. شوف بقى لما تدخل على $150 هتدفع كام؟ هتدفع 150 تستلم 148 ونص، وهكذا. طيب لو انت معاك لحد $1000، تمام، $1000 هتدفعهم هيوصلك 990. تمام، $900 هتدفعهم هيوصلك 891. تمام، ديت الليميت بتاعك او الشغل بتاعك. احنا هنختار ايه؟ احنا هنختار فيزا ب$1. تمام. هنا مكتوب لك اهوت العدد الواحد اهو اللي هو $1. تمام، اشتري الان ب$1. تمام كده. هنضغط بقى كلمة اشتري الان اهو، فيزا $1. هقول لك تم الدفع اهو، محفظة التمويل متابعة. تمام، التحقق الامني. انا معاك خطوة بخطوة، مش هحذف اي حاجة من الفيديو. بتحقق من البصمة بتاعتك. تمام، قال لك تم دفع بنجاح ماشي ل باينانس باي. تمام، من غير اي مشاكل. بعت لك هنا رسالة اهو في وقتها، قال لك معاملة الدفع باينانس، التاريخ مش عارف ايه، انت دفعت $1. تمام، لكذا كذا.
هننتظر بقى يجيلنا رسالة تانية فيها معلومات الفيزا أو معلومات الكارت بتاعنا. زي ما انتم شايفين هنا كده يا جماعة، قال لك تم إنشاء رقم طلب كذا، ماشي، اسم العملة، يعني احنا لو خليناها باللغة الإنجليزية عرض النسخة الأصلية أهي خلاص. قال لك يور اوردر نمبر كذا، ماشي، هاز بين مش عارف ايه بايد، الجودز نيم 1 يو سي دي بريبيد ماستر كارت، البي نمبر ده فيه واحد، يعني البرايس $1. بيقول لك بقى هنا ايه، بليز ويت، انتظر 10 دقائق عشان خاطر هيبعتوا لك رسالة تانية فيها الكود او الرقم بتاع الفيزا او بتاع الكارت، وده اللي احنا هنستناه وده المهم في الموضوع. زي ما انتم شايفين كده جالنا رسالة تانية هي قال لك فيها أهم حاجة بقى اللي هي الكارد نمبر اللي هو ده. تمام. هناخد بقى الكارت نمبر ده كوبي ونروح بعد كده للمتصفح بتاعنا. هسيب لك أسفل الفيديو رابط الماي بريبيد سنتر. تمام. الموقع ده بيعمل ايه؟ ده موقع بتاع الماستر كارت يا جماعة. ده كل ميزته ان هو هيطلع لك الفيزا بقى بتاعتك، وهيديك بقى ايه ارقام الفيزا والسي في في والكلام ده كله. واحنا هنا نعمل تسجيل دخول ريجستر، ماشي. هنقول له هنا ساين اب. تمام. هندخل هنا الفيرست نيم واللاست نيم والايميل ادريس والكونفيرم ايميل ادريس، تسجله تاني وتعمل باسورد فيه ارقام وحروف وكلام من ده وتسجله تاني، وتختار اللغه بتاعتك وتقول له كرييت بروفايل. هنخلص الموضوع ده سريعا كده ونرجع لكم. مهم جدا يا جماعه البيانات والاسم بتاعك باللغه الانجليزيه والبريد الالكتروني يكونوا هم اللي انت عملت عليهم قبل كده باينانس، ويكونوا هم برضو اللي انت بعت لك عليهم رساله اللي هو الجيميل، يعني اللي اتبعت لك عليه رساله الارقام بتاعه الايه بتاعه الفيزا والكلام ده كله. لازم كل حاجه تكون مطابقه لكل حاجه. تمام. هنا هيقول لك انتر فيريفيكيشن كود بتاع الايميل، يعني هيبعت لك رسالة على الايميل، يعني هتدخلها. ماشي، هندخلها ونشوف كده الدنيا بعد كده ماشية ازاي. وصلت لنا اهي الرسالة اللي فيها الكود. تمام. هناخده كده برضو نسخ، وهنضغط هنا ونقول له خلاص سبميت. كده احنا خلاص عملنا توثيق او فتحنا يعني البروفايل بتاعنا وفتحنا حساب على الموقع ده. هنضغط بعد كده على كلمة ريديم كود. ريديم كود هيقول لك انترفيو كود، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو بتاع الجيميل اللي هو بعت لنا. هنوريه لكم اهو. تمام. اللي هو يا سيدي ده. تمام. ده الكود اللي انتوا شايفينه ده كارت نمبر. ده الكارت نمبر ده مهم جدا، ده كل حاجة عندك. تمام. هنضغط كده وهنقول له هنا الكارت نمبر كذا، هنقول له ريدم كود. هنا هيسألك برضه شوية أسئلة نفس البيانات اللي سألها لك قبل كده، اللي هو بياناتك الشخصية، يعني الفيرست نيم، اللاست نيم، الستريت ادريس، العنوان بتاعك، ماشي، السيتي، النمبر، الفون نمبر، الكلام ده كله. هنسجل البيانات ديت بيانات عادية خلاص، هنسجلها ونرجع لكم. زي ما انتم شايفين كده ظهر لنا هنا اعدادات وكل حاجة تخص البطاقة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين البيانات ديبت لحد سابية لحد 4/2024. احنا دلوقتي في شهر 10/2023. الاسم بتاعك مكتوب اهوت محمد وحيد. السي في سي 2 كل حاجة موجودة عندك زي ما انت شايف. تمام. تقدر دلوقتي بكل بساطة معاك بيانات الكارت اهيت قدامك شغالة وسليمة وكل حاجة زي الفل معاك. كونجراتوليشن اهوت، ويور فيرتوال اكونت ان از اكتف. انت بتدخل ايه في بتملى يعني ايه الاستمارة اللي انت بتملاها قبل الطلب ده؟ بتملى ان انت مكانك في المكان الفلاني، في سواء مثلا في ايجيبت او في اسكندرية في انهي محافظة، وبتكتب بياناتك الشخصية عادي جدا. تكون بيانات صحيحة يا جماعة، مش بيانات كده وخلاص. وبعد كده بتضغط اكتف زي ما ضغطنا اكتف كده، بيظهر لك اهوت
الكود بتاع البطاقة وكل حاجة ممكن تاخدها بقى كده سكرين شوت عندك. خلاص كده انت معاك ارقام البطاقة بتاعتك ومعاك كل حاجة وكل الصلاحيات. لو انت عايز تربطها بابل باي او جوجل باي او سامسونج باي تقدر من خلال اد تو والت، تضغط عليها كده هيحولك على برنامج اسمه باي بريبيد سنتر. تقدر انك انت ويلكم تو ماي بريبيد سنتر، تقدر انك انت تربط الموضوع. لو انت منزل جوجل بلاي مثلا بيقول لك بليز انستيل جوجل باي تو كونتينيو ادنج كارد، لو انت يقول لك نزل يعني تطبيق جوجل بلاي اهو محفظه. بس طبعا هي هنا مش متاحه عندنا في مصر، هذا المنتج غير متاح في بلدك، مش موجود في مصر للاسف الشديد. ماشي. ولكن للناس اللي بره مصر تقدر ان هي تستخدم وتربط بكل بساطه الموضوع. زي ما انتم شايفين اهوت جايب لنا كل حاجه، بيقول لك البالانس بتاعتك قد كده. تمام اهو فيرتوال بريبايد ماستر كارد، البالانس بتاعتك قد كده والكارد بتاعك قد كده، وكل التفاصيل اللي موجوده تخص الكارت موجوده عندك هنا هيت على الحساب بتاعك اللي هو تبع ماي بريبيد سنتر. لمجرد ضغطك على كلمة شو كارت نمبر هيظهر لك كل بيانات الكارت بتاعتك من أرقام ومن تاريخ الانتهاء بيكون تقريبا 2000 يعني سنتين تقريبا، والسي في سي وكل حاجة تمام اهو. لو ضغطنا عليه كده هتلاقيه ظهر لك كل البيانات واسمك وكل حاجة. انت كده اوريدي بقى معاك بطاقة ماستر كارد بريبايد او مدفوع يعني مسبق الدفع فيرتوال، بطاقة تقدر تستخدمها بالبالانس بتاعك موجود فيها الفلوس وكل حاجة زي الفل، تقدر تستخدمها دولي من غير اي مشاكل نهائيا. تعتبر معاك انت كده دافع الخدمة ودافع الفلوس للشركة، والشركة مديلك الكارت بتاعك بتستخدمه يا باشا زي ما انت عايز من غير اي مشاكل. لو حد واجهه اي مشكلة كلمني في التعليقات وان شاء الله ارد عليكم، وارجو ان انت تكون استفدت بالموضوع. وتقدر تعمل هنا سيف از ايمج اهو، نزلت انا كده اهوت عندي الصورة بتاعت المعلومات اللي فيها الكارت بتاعي. زي ما انتوا شفتوا كده الموضوع سهل، الموضوع بسيط، نفذنا كل حاجة مع بعض. عايزك تصحصح في الموضوع عشان خاطر ايه لما تركز فيه هتمشي معاك زي الفل. ولو اي حد عنده سؤال واقف معاه في اي حاجة يبعت لي سؤالك وسيب سؤالك في التعليقات وان شاء الله هرد عليه. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. ما تنساش ان انا افكرك برضو تاني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل وتعمل لايك للفيديو ده عشان خاطر تدعمنا وتسيب لنا تعليق كويس. اشوفك ان شاء الله في يوم جديد وفي معلومة جديدة.